إليك قصة حب قصيرة حزينة ستصدمك النهاية. كانت ليلى فتاة هادئة تحب القراءة وتقضي ساعات في مكتبة الجامعة، وهناك التقت بسامي الشاب الذي يعشق الكتابة. كان يراقبها بصمت كل يوم حتى جمع شجاعته وأعطاها ورقة كتب عليها: هل لي بمكان بين كتبك؟ ابتسمت، ومنذ ذلك اليوم أصبحا لا يفترقان، يتبادلان الكتب، الرسائل والضحكات. مرت الأشهر وازدادت العلاقة عمقا، لكن سامي كان يخفي سرا. كان مصابا بمرض نادر ولم يتبق له سوى شهور. لم يخبرها. كان يريد أن تبقى صورتها عنه مليئة بالحب لا الألم. في أحد الأيام اختفى فجأة. ترك لها مظروفا فيه آخر رسالة: ليلى، كنت النور في أيام قصيرة، لا تبكي. أحبك بصمت كما أحبك بين السطور.